ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الاسطوره، بس استنى. ازاي كان اسطوره وهو كان اكتر واحد الناس بتتريق عليه لانه ما كانش بياخد الاوسكار؟ ازاي الولد بتاع تايتانيك اللي كل البنات هتموت عليه اتحول للممثل التقيل اللي بيطارد الدود الذهبي؟ هحكي لك قصه ليوناردو دي كابرو من الزيرو لحد ما بقى الملك، وهل فعلا هو اهم ممثل في جيله؟ Let's go! Woohoo! ايوه، زي ما سمعت في الاول كده، ليوناردو دي كابرو او ليو مش مجرد الممثل الوسيم بتاع تايتانيك، ولا ان هو الميم بتاع الاوسكار. القصه اكبر من كده. القصه قصه واحد اتشهر بجماله، قام في يوم وليله قرر ان هو مش هيبقى الحلو بتاع هوليوود من تاني، وقرر ان هو يكون وحش تمثيل. خلينا نرجع بالزمن لطفولته. ليوناردو نشأ وسط عيله متوسطه، وهو لسه صغير ابوه وامه انفصلوا. ده زي نص القصه اللي احنا هنحكيها عن الممثلين اللي بره. حالات الطلاق كترت عامه. دايما اي واحد غربي ناجح اعرف ان هو بداية قصته ابوه وامه اتطلقوا. بس هنرجع كمان ورا حاجة بسيطة جدا. ليه اتسمى ليوناردو اساسا؟ امه اساسا من اصول ايطالية، فهو وهي امه حامل فيه كانت قاعدة في متحف في ايطاليا بتتفرج على لوحة لليوناردو دافنشي. وهي بتتفرج على اللوحة في المتحف، الجنين اللي هي حامل فيه رفضها. قالت بس هو انا هسميه ليوناردو، ودي هتكون بداية فنية شديدة ليه. المهم الولد ده من وهو صغير وهو عايز يمثل، بس طبعا هوليوود في الاول قالت مين ده، وشكله ما كانش عاجبهم اساسا. ده حتى في وكيل قال له انت لازم تغير اسمك ده وتسمي نفسك ليني ويليامز عشان يبقى اسم امريكي اكتر، لان اسم ليوناردو اسم ايطالي. بس ليو ما سمعش كلامه وفضل يلف على تجارب الاداء، فضل يلف على اداء العرض ويترفض اكتر من الاف المرات لحد ما جاله دور صغير في فيلم رعب الناس مش فاكراه قوي اساسا. بس التقيله الحقيقيه جت سنه 93. جاله دور في فيلم مع جوني ديب، وليوناردو كان بيمثل دور طفل ذو احتياجات خاصة. بس ليوناردو أدى الدور ده بعبقرية خرافية. انت متخيل ان جوني ديب ساعتها كان هو النجم الأول في وسط الشباب، وهو ياكل منه الكاميرات؟ ومش بس كده، ده في أول ظهور ليه، وأداؤه في الدور ده رشحه للأوسكار. هنا هوليوود اتجننت، قالت الواد ده موهبة وهناخده. بعديها بسنتين تلاتة عمل دور روميو وجولييت. بوم، هوليوود اتجننت، بقى الواد ده خلاص هو ده الجام بتاع السينما الهوليودية. بس بعد روميو وجولييت والبروباجندا الكبيرة اللي هو عملها، ده كان مجرد تسخين للي جاي. وقابل اللي جاي فيلم تايتانيك يا حبيبي، الفيلم اللي كسر كل الأرقام القياسية. مفيش بيت في العالم ما كانش فيه بوستر لجاك وروز. نعم، البيت اهو ما فيهوش بوستر لجاك وروز، مش كلها حاجات كده. كل الناس في 97 كانت ايه؟ كل البوسترات دي جاك وروز. انا ملك العالم. طبعا انت فاكر الجملة دي. ليو بقى اكبر نجم في الكوكب، والواد اتحول من الممثل الصغير للجان بتاع السينما كلها. بس هنا بقى كانت المصيبة كلها. النجاح ده كان هيدفنه. هوليوود حطته في الزون ان هو البطل الوسيم اللي هو بتاع البنات اللي كل البنات بتحبه، وهوليوود هتحصره في الدايرة الفنية بتاعت الافلام الرومانسية بس. كأي ناقد فني ساعتها دي هتبقى نهايتك يا ليو، هتفضل بطل افلام رومانسي لحد ما تعجز. هنا ليو لو كان حط نفسه في الزون دي كان هيبقى فعلا نفس اللي النقاد الفنيين بيقولوا عليه. بس هو عمل حركة ذكية جدا قدر ينقذ بيها نفسه. هنا قرر يختفي شوية ويبعد عن الأضواء عشان الناس تبدأ تنسى شوية إن هو البطل الجان الوسيم، ورجع مع الكبير قوي مارتن سكورسيزي. في الفيلم ده بقى قدر يثبت نفسه ان هو مش بتاع مياصة، هو بتاع تمثيل. لان الدور ده بتاع جانجو في نيويورك سيتي. ليه حلق شعره ودخل نفسه وطلع بدور الشاب البلطجي. وعملوا فيلم دور تاني لشخصية واحد عنده وسواس قهري، وترشح للأوسكار تاني وما خدهاش تاني. عمل مع أعظم المخرجين، عمل مع نولان وسكورسيزي وتالنتينو. عمل ذا ديبارتد اللي هو أساسا متاخد من فيلم صيني بس مش موضوعنا. وعمل ذا بلاد دايموند اللي ترشح للأوسكار تالت مرة وخسرها. هنا بقى الدنيا بدأت تقول انت ايه بقى يا أخي؟ انت الملك الذي لم يتوج ولا ايه؟ عمل شاتر ايلاند اللي لحس دماغنا كلنا، ولا لا انا مش هقف لحد هنا وهلحس دماغكم اكتر واعمل لكم انسبشن. انسبشن ده يا جماعه فيلم مجنون. انا بحب الفيلم ده لاجل ان هو لعب معايا ودخلني في عالم الاحلام، وانا بحب عالم الاحلام قوي. بس جيت بقى في اخر الفيلم، من كتر ما انت حلم جوه حلم فانت بتترمي حلم جوه حلم جوه حلم، جه بقى اخر لحظه. يعني مش عارف ده حرق ولا لا، بس لما لف الزهر. طب انت صاحي ولا نايم دلوقتي؟ انا عايز تجاوبني، يعني الناس اللي اتفرجت على الفيلم فاهمه انا قصدي ايه كويس. بس بعد كل ده كان لسه في حاجه ناقصه، الذهبيه، الاوسكار. الراجل ده كان بيعمل كل حاجه وما بياخدش الاوسكار، عامل زي طالب شاطر قوي بس عمره ما طلع من الاوائل.
ومش بس كده، يعني يا ريته ما بياخدش الاوسكار والناس سايباه في حاله، لا الناس بتتريق عليه كمان. يحط بقى صورته وهو بيسقف للممثلين وهو بياخد الاوسكار، يحط صورته جنب العلامه بتاعت اوسكار ويعملوه تمثال ذهبي عباره عن اوسكار. اتسفى عليه شويه يعني. مش عارف الناس وحشه دي. انا النهارده بصور متاخر، بصور على المغربيه يعني، الشمس بتروح مني، حاسس ان انا في لوكيشن جدا يعني. سكورسيزي لو كان هنا كان الموضوع يبقى احلى كتير. الرساله دي لسكورسيزي: بص يا بابا، هي مش بالاخراج ولا بالمونتاج يا حبيبي، عشان لو بالمونتاج انا عندي محمود علاء. محمود علاء يخرب اي مونتير فيك يا هوليوود كلها. شوت اوت محمود علاء اللي بشوت اوت كل مره، حبيبي يابا. بس نرجع لموضوعنا بجد. وكل المسخره دي كانت في فيلم ذا وولف في وول ستريت. يا جدعان الراجل عمل دور تاريخي، اكل الكاميرا، اتنطط وجري ورقص وعمل كل حاجه في الدنيا عشان ياخد الاوسكار، وخسر في الاخر قدام ماسيو ماكونهي. اي نعم ماسيو ماكونهي كان يستاهلها شويه او حاجه. Don't let me please نولف. بس نراضي الراجل بحاجه يا عم. الميمز ما حلتوش. انا شخصيا حاسس ان انا لو كنت متابع الدنيا ساعتها كويس قوي يعني، والساحه الفنيه كنت هتريق عليه. ليه ما اعرفش، بس حسيت يعني هنا ليوناردو قرر ان هو ياخدها بالعافيه، والشمس مقرره ان هي هتغرب بالعافيه. عايزين تمثيل، عايزين بهدله، عايزين اداء، تعالوا. وعمل فيلم ذا ريفينيت. الراجل ده اتبهدل بمعنى الكلمة، أكل كبدة نية ونام جوه حصان ميت ونزل في بحر متجمد تحت درجة حرارته تحت الصفر. كان ناقص يموت في التصوير بتاع الفيلم عشان ياخد الأوسكار. وفي الليلة دي 2016 بعد 22 سنة من تمثيله الأوسكار جديد. أخيرا فرحة الليو جت. وكل النت بعد ما كانوا بيتريقوا عليه، يعني اللي هو فاهم التريقة اللي هو أنا بناء شوية يعني، بدأوا بقى مبسوطين بيه، قالوا المحتوى ضاع وبتاع. ممثل زي ليو المفروض بقى يطلع يقول انا تعبت وعشان اوصل للحاجة دي وبقالي 20 سنة بمثل وترشحت ليه واخيرا خدت الجايزة. لا، طلع عادي جدا، اتكلم عن البيئة وعن المناخ وان احنا لازم نهتم بنظافة بيئتنا، في رسالة منه ان هو استغل ان هو في اكتر لحظة موجهة عليها الكاميرات في العالم، وقال فيها اهم حاجة لازم نهتم بيها في الحياة. شوت اوت ليوناردو دي كابرو. حط الانستجرام بتاعه في الديسكريبشن يا ذا كفته. طب هل بعد ما خدها بقى مرتاح؟ بحب اقول لك لا. ليو بقى شغال في حتة تانية خالص، بقى ناشط بيئي من الطراز الأول وبيصرف ملايين على إنقاذ الكوكب من التلوث البيئي اللي احنا بقينا عايشين فيه. في النهاية أحب أختم، ولأن الشمس بتروح مني برضه، قصة ليوناردو مش مجرد قصة ممثل شاطر خد الأوسكار، قصة إصرار وممكن ناخدها على جميع الصواعد. خرج نفسه من حتة إن هو الممثل الجميل الكونفورت زون عشان فعلا يثبت إن هو شاطر جدا في مجاله. نقطة لو خدناها وطبقناها على جميع المجالات هتكتشف إن ليوناردو حرفيا نموذج للنجاح بقوة. ساعات الخروج من الكونفورت زون بيبقى هو طريقك الأول للنجاح الأسمى اللي أنت نفسك فيه. سواء كان لاعب بيلعب في نادي محلي وما قررش إن هو يحترف عشان ليه؟ ما أنا قاعد في بلدي أحسن. أو واحد عنده بيزنس وفتح محل مثلا في منطقة وقرر إن هو يكتفي بإن هو فتح محل في منطقة معينة، ومقررش إن هو يتوسع ويفتح محل واتنين وتلاتة. القصة قصة شركة كبيرة منتشرة في مصر قررت ان هي بس اكتفي بان انا منتشر في مصر، مش هخرج للسوق العالمي، مش هخرج لسوق الخليج، مش هخرج للسوق العالم كله، مش هخرج للسوق الاوروبي. ساعات بعدنا عن الحاجات اللي بتريحنا بيكون هو بداية نجاح كبير جدا عمرنا ما كنا بنحتسبه. وخليك فاكر ان اي قرار بتاخده في حياتك هو مستقبلك.